السلام عليكم. نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. تخيلوا معايا وحنا بعاد بآلاف الكيلومترات على بلادنا وفي وسط الثلج ديال كندا كاين واحد المكان اللي كيعطيك واحد الدفء خاص، دفء الإيمان. اليوم ماشي نهار عادي، هذا النهار هو يوم للقرآن في مسجد الأمة بمدينة هاليفاكس في ولاية نوفا سكوشا. من الفجر حتى العشاء 15 ساعة تقريبا وحنا مع كلام الله. يلا معايا نعيشوا هذه التجربة. قبل ما ندخلوا للمسجد خاصكم تعرفوا فين حنا. هاليفاكس هي عاصمة مقاطعة نوفا سكوشا، مدينة عندها تاريخ بحري كبير، ولكن اللي كيميزها اليوم هو أنها مدينة طلبة. هنا كاينين أحسن الجامعات بحال جامعة دالهاوسي، وهذا الشي كيخليها مجمع للشباب من كاع بلدان العالم، مغاربة، مصريين، باكستانيين. الإسلام هنا هو تاني ديانة في كندا، والحمد لله الجالية المسلمة عاد وكتكبر ومندمجة بزاف في المجتمع الكندي بلا ما تفقد الهوية ديالها. وصلنا لمسجد الأمة. هاد البلاصة ماشي غير للصلاة وصافي، لا، هاد المسجد هو القلب النابض ديال المسلمين هنايا. هنا كتلقى السوري كيصلي حدا الصومالي والمغربي كيتحاور مع الكندي اللي يلاه دخل الإسلام. المسجد كيقدم دروس العربية، تحفيظ القرآن، وحتى أنشطة للشباب والعائلات. هو الجسر اللي كيربطنا بديننا وحنا في ديار الغربة. اليوم 25 دجنبر 2025، الوقت اللي المدينة كاملة فيها عطلة، حنا اختارينا نخصصو هذا النهار كامل للقرآن. البرنامج كالتالي: من صلاة الفجر وحنا هنايا، كاين اللي كيحفظ، كاين اللي كيراجع، وكاين اللي غير كيسمع وكيتأمل في آيات الله. والجميل هو هاد اللمة. المسجد موفر الفطور والغدا للمشاركين بالمجان، كتحس براسك في وسط عائلتك الكبيرة وخا راك في آخر نقطة في شرق كندا. بزاف غادي يسولوا علاش نهار كامل ديال القرآن. الصراحة الحياة في كندا سريعة بزاف، والخدمة والقراية كياخدوا لينا وقتنا. هاد النهار هو إعادة شحن للروح. فاش كنشوف الدراري الصغار اللي تولدوا هنا وكيهضروا بالإنجليزية ولكن شادين المصحف وكيرتلوا، كنعرف أن الخير باقي، وأن هاد النوع من المبادرات هو اللي كيخلي ولادنا يحافظوا على أصلهم. This is Quran Day, Alhamdulillah Rabbil Alameen. We try to make this day a special day, a day of يعني showing and displaying the Tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala, and a day of reconnecting ourselves to the book of Allah Azza wa Jal. The idea of the Quran Day is very simple. We just have four stations. One station for the fluent reading of the Quran, or tilawah. The other one is for correction. If you know that your recitation needs some kind of correction and some working on it, inshallah, you can just join the correction one. And if you think your recitation is good for tilawah, then inshallah you can just join it, and then will be a quick assessment for it, inshallah. Also, we الحمد لله على نعمة الإسلام. أنا فرحانة بزاف حيت شاركت معكم هاد الأجواء من مسجد أمة في مدينة هاليفاكس. نصيحتي لكم فين ما كنتو حاولوا ديروا شي يوم بحال هذا، يوم للقرآن الكريم، ولو غير بينكم وبين صحابكم وعائلتكم. القرآن هو الونيس في كل مكان. الفيديو ديالنا اليوم وصل للنهاية ديالو، نشوفكم في الفيديو الماجي إن شاء الله. سلامة.